المشاركة حتى في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. التشكيلة الاتحادية يتواجد فيها مبروك زايد في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع راشد الرهيب يعود لهذا المكان، رضا تكر، مشعل السعيد يشارك اليوم في قلب الدفاع بجانبه صالح الصقر، الكرة إلى رضا تكر، رضا أمامه أيضا ضغط موجود على اللاعب المستحوذ على الكرة، الخطأ موجود أيضا على ميرير رادوي الروماني المهم، الروماني الخطير، المحور المتكامل في صفوف فريق نادي الهلال. الكرة إلى رضا تكر، رضا أمامه أيضا ضغط موجود على اللاعب المستحوذ على الكرة، الخطأ موجود أيضا على ميرير رادوي الروماني المهم، الروماني الخطير، المحور المتكامل في صفوف فريق نادي الهلال في هذه المباراة كما يبدو في هذا الشوط الآن حتى الآن. طبعا كرة ملعوبة من صالح الصقري مقطوعة في وجود صافرة وخطأ أو لمناف، وصافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لصالح الديربي. لها نتائج ولكن أكبر النتائج كانت فوز الهلال على الاتحاد ب5 أهداف مقابل لا شيء. كرة من محمد نور في المحاولة في وجود صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة للاتحاد، ركلة حرة مباشرة للاتحاد على مقربة من الدوري. 21 مباراة، 18 انتصار، تعادلين وخسارة واحدة فقط. له كأقوى هجوم 55 هدف، وجاء الهدف رقم 29 هدف وعليه سجل 44 هدف وعليه 29 هدف ونقاطه 42 نقطة في المركز الثاني بهدف مقابل لا شيء. هدف البدايات في الدقيقة الأولى عن طريق ياسر القحطاني، ياسر تعد الكرة لكن خطأ هناك لصالح أحمد حديد على خالد عزيز في خط المنتصف. ممكن يكون في شوية تشتيت، لكن هنا نتابع نور اللي يلعب مباراة ممتازة، نور يقود الاتحاد بشكل ممتاز، والكرة مشاركة أيضا بين ياسر القحطاني وبين محمد نور، والخطأ على ياسر القحطاني وركلة حرة مباشرة. سعادة كبيرة لجمهور الهلال، هذه عادة للخطأ اللي على ياسر القحطاني. الحمد الإصابة في يده، كرة متابعة للاتحاد، محمد نور مع خالد عزيز، ونور الخطأ لصالحه وركلة حرة مباشرة ملعوب الكرة بالكعب. حكم اللقاء يطلب إعادة لعب هذه الكرة. تركيز خلينا نقول شويه في الفريق الهلالي مع خروج ويليامسون ممكن تكون موجوده، لانه طمأنت اللاعبين على زميلهم اللاعب. وتصل للناحيه اليمنى كره مع راشد الرهيب، راشد. المباريات الاخرى انتهى الشوط الاول في لقاء النصر والرائد بتقدم النصر ب3 أهداف مقابل هدفين. الشباب والقادسيه، القادسيه متقدم بهدف مقابل لا شيء، الوحده والحزم التعادل بدون اهداف بينهما، الفتح والاهلي التقدم الفتح بهدف مقابل لا شيء. هذه الكره مشتركه بين الزوري وبين محمد نور، تدافع يركز على امور اخرى في المباراه، ولكن كان هناك عدد من اللاعبين معروفين بطريقه تنفيذهم لمثل هذه الكرات، معروفين من اول لاعب مثلا لعب الكره بمثل هذا. يعني تبادل البطولات بين الفريقين يدل على الخبره الكبيره بين الفريقين في هذه المسابقه. وعلى حد 8 للشباب، 7 للنصر، 2 عن النتائج اللي ذكرناها. في الرايق جمهور الاتحاد جمهور معروف بالاهازيج وبالتواجد. هذه عاده للكره المشتركه اللي اصيب فيها ايضا ماجد المرشدي، بسيطه ان شاء الله. تغيير الهلال الاول كان بسبب الاصابه، هنا ماجد المرشدي ايضا يعاني من اصابه، لكن ان شاء الله تبدو اصابه بسيطه. سلامات ايضا من اسامه هوساوي، تعود مره اخرى سلطان النمري، تتخلص من محمد العنبر في وجود ايضا صافره، وخطا ركله حره مباشره لصالح الاتحاد. خطا للاتحاد في مواجهه مر الهلال تماما. ناحية اليمنى عبد الملك زيايا، بجانبه ايضا محمد نور، نور امامه نواف العابد، يمر من نواف معاه، ولا وجود لخطا، مقطوعه مقروءه من محمد نور وتخرج الى خارج ارض الملعب. مدرب القادسيه غير 4 مدربين خلال هذا الموسم. عموما عدد مرات التغيير كانت 14 مره، الغاء العقد في 6 مناسبات. والاتحاديه لمحمد نور، يحاول الانطلاق محمد نور، معاه ياسر القحطاني، ومعاه ايضا كان عبد الله الزوري، ومعاه خالد عزيز. عموما الكره تخرج الى خارج ارض الملعب، يبدو القرار كان في وجود خطا. عموما تغيير
هذه إعادة للقطة، تبدو خطأ لصالح الاتحاد. كرة المشتركة إلى محمد العنبر، لكن كرة مقطوعة، تعود الاتحاد هي الرادوي والخطأ عليه وركلة حرة مباشرة. طبعا ركلة الجزاء اللي احتسبت الآن للاتحاد، فاق حارس النادي الأهلي وحارس الاتحاد. الآن كان حارس دولي سابق أيضا تيسير الانتيف. تسلل عموما نور يحاول بالكرة في الناحية اليمنى، كرة تخرج إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية، ولكن هي اللقطة تظهر يعني معصب إيريك جيرتس، معصب وزعلان. زعلان من ايه؟ زعلان من حكم اللقاء، لان فيها تسلل. محمد نور يتقدم، نور يمر بالخيرات ويتحصل على خطأ، والهدف الاول لم يحتسب فيها تسلل وراءه، بان نور كان في موقف غير متسلل. هنا مقابل هدف واحد، فيما يظل التعادل قائم بين الوحدة والحزم بدون أهداف، وبين نجران والاتفاق بهدفين لهدفين. هنا الدخول، وهنا رادوي ومحمد نور. أصلا البدايات بين نور وبين ياسر القحطاني. البدايات كانت كرة مشتركة بين نور وبين ياسر القحطاني. كله تمام كان في المباراة، كله تمام يا شباب، كله تمام كان في المباراة يا شباب، في لقطة لا نحبذها أبدا. والعقلانية هنا، وحكم اللقاء البطاقة الحمراء لرادوي، البطاقة الحمراء لميرير رادوي، والصفراء والإنذار لياسر القحطاني. وهنا رادوي عموما يعني اللقطة ستظهر أن رادوي يعني كان دخوله غير مبرر أيضا، ودخول من إيريك جيرتس في محاولة لتهدئة رادوي. سامي الجابر أيضا يتواجد، لاعب الخبرة أيضا، قائد الفريق حقيقة محمد الدعية يتواجد بشكل سريع ومميز، ويأخذ رادوي إلى عادة. هذه كرة ياسر القحطاني، والخطأ اللي كان من راشد الرهيب، خطأ على راشد الرهيب من ياسر القحطاني، دفع من ياسر القحطاني، تدخل غير مبرر أيضا من محمد نور بالدفع. لكن رادوي والله ما لك داعي، رادوي هنا دخلته كانت ما لها داعي أبدا، وهو اللي شافها حكم اللقاء. يعني لو تركت هنا لو تركت الأمور على ما هي عليه، الخطأ للهلال من كرة راشد الرهيب. قد تكهات متعددة، برامج متنوعة. هذا الخطأ اللي كان على ياسر القحطاني أيضا، أنا أعتقد أن نور كان مفترض أن يأخذ بطاقة صفراء، لكن وشكله نور أخذ بطاقة صفراء أساسا من قبل حكم اللقاء. لكن لا شك أن يعني دخول الجزيرة الرياضية لتغطية الدوري السعودي، هنا وقوع من محمد نور في خطأ على تياغو نيفيز، ومحمد نور واقع في أرض الملعب يعاني من إصابة. هو نجم مباراة اليوم حقيقة بالنسبة للاتحاد. شوف الكرة مشتركة وخطأ موجود، وهناك كانت أيضا كرة مشتركة بين نور وبين تياغو نيفيز. عبد الرحمن العمري الحكم الرابع في حديث مع شركات الاتصالات. هو دوري زين السعودي للاتصالات. الاتصالات السعودية ترعى الكثير من الأندية السعودية. الهلال وقصة يعني شراكة ناجحة مع موبايلي، شيء جميل أن نشاهد مشاركة القطاع. عن جريدة الرياضية، عن جريدة الرياضي، هنا محاولة الاتحاد داخل منطقة الجزاء، أحداث حصلت ومن أمور تحصل. هذه كرة لي يونغ بيو والتي حكم اللقاء لم يحلي، شاهدناه. هو كان قائد الأخضر السعودي طبعا، قائد النادي الأهلي. شاهدناه قائدا للنصر في هذا الموسم، أحمد الدوخي، اللاعب الذي شاهدناه بألوان فريق نادي